حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد وروتين وحلو ومشجع زيكم. تابع معايا الفيديو علشان خاطر تستفادي منه، وكمان تقومي تتشجعي كده وتخلصي كل اللي وراكي. لو لسه لأول مرة بتشوفيني فأنا اسمي أسماء، ودي قناتي اسمها سوما وساسو. عندي بنوتة عندها سنة اسمها سيليا، وبقدم محتوى طبخ وروتينات وفلوجات وكل حاجة تخص البنات. فيرجى يعني ان انتي لو حبتيني تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتكتبي لي كومنت حلو، وكمان تدوسي لايك لو عجبك الفيديو ده. بس طبعا معلش طولت عليكم المقدمة شوية، بس في ناس كتير قوي ما تعرفنيش، وفي ناس اول مرة يعني بتدخل القناة عندي، فبيسألوني في التعليقات وكده اسمك ايه وبنوتك اسمها ايه والكلام ده كله. بس طبعا انا اليوم ده كنت صاحية من بدري قوي، فنزلت جبت شوية خضار كده من السوق يعني، وبعد كده جبت كمان فطرنا انا ومحمد جوزي وبنتي. كنت بقى حابة ان انا اغير كده من فكرة الفطار اليومي اللي انا بعمله، اللي هو المعجنات وشاي بلبن ولبن او اي حاجة من دي يعني. فتحسي يعني اليوم لو في تغيير بسيط بحس ان انتي في طاقة ايجابية كده عندك. فحبيت ان انا اغير النهاردة الفطار بتاعي، وحبيت بقى ان احنا ناكل كده سندوتشات مع بتنجان مخلل بقى وفلفل كده مقلي. فانا بحب قوي قوي السندوتشات. كنت جايبه بطاطس بالبيض، وكنت جايبه فول، وكنت جايبه طعميه، وكنت جايبه مسقعه. يعني كنت بصوا عارفين اللي هو عامله ميكس مع اللي في المطعم كله بجد. يعني انا كنت جايبه شيبسي، كنت جايبه بطاطس بالبيض، وكنت جايبه طعميه، وكنت جايبه فول، كنت جايبه مسقعه، كنت جايبه بابا غنوج، كنت جايبه ايه تاني مش فاكره والله كنت جايبه ايه تاني. بس كنت اللي هو ايه عامله ميكس، اللي هو اكل كذا قطمه كده بكذا حاجه في المطعم. بس فطبعا فطرنا، وبعد كده الكسل اللي مش طبيعي بقى دلوقتي معايا او مع كل الستات المصرية. لما بيجي كده الشتاء بتحس ان انتي بجد في كسل مش طبيعي، يعني بجد في كسل مش طبيعي. ليه؟ انت بتبقى عايزه حاجه سخنه في ايدك، تقعدي على التلفزيون بتاعك، جنبك يبقى طبق البرتقان او طبق اليوستفندي وتفضلي تاكلي فيه. فبجد بجد ربنا يعافينا من الكسل، ويبارك لنا في صحتنا يا رب، ويدي الصحه لكل ام يا رب، ويبارك لنا فيهم، لان بجد احنا من غيرهم ولا حاجه والله العظيم. يعني احنا بصوا اهو لسه في العشرينات وفي الثلاثينات والكلام ده كله، وبصوا كسل مش طبيعي بقول لكم. بس فانا بقول لك قومي تشجعي من خلال الفيديو ده، قومي كده تشجعي وخلصي اللي وراكي، وانت ان شاء الله باذن الله بجد هتقولي باي باي للكسل. يعني هتقولوا له امشي كده باي باي وما يرجعش تاني. بس طبعا حبيت ان انا اغير الملاعب بتاعت اوضه الاطفال، كانت بصراحه مش نظيفه خالص. انا بقالي مثلا اكتر من شهر كده حطاهم، فكانوا متوسخين ومبهدلين قوي بالتراب. فحبيت ان انا اغير طبعا الملايات وكمان المفارش القطيفه، وحبيت ان انا احط بقى ايه حاجه كده خفيفه شويه. يعني مثلا ايه، مش يعني انا كنت حاطه ملايات وبعد كده المفارش القطيفه بتاعت الاطفال، فحسيت ان الموضوع رخم قوي، وان اصلا ما بنقعدش في اوضه الاطفال وبتتبهدل على الفاضي. انتوا فاهمين؟ ده كمان علشان خاطر انا كنت حاطه زي ما انتوا شفتوا كميه اكياس كده بتاعت سيليا، اللي هي هدومها الشتاء والصيف والكلام ده كله، كنت عايزه احطه يعني في تحت السرير. فانتوا هتشوفوا برضو معايا في الفيديو هرفع المرتبه واحط هدوم سيليا تحت السرير الصيفي والخريفي برضو، وهطلع لها الشتوي بتاعها. فحبيت بقى ان انا ايه احط زي ما انا قلت لكم مش ملايه ولا في نفس الوقت حاجه كده اللي هي تقيله،
مفارش مثلا قطيفة، فحبيت ان انا احط دفايات. الدفايات دي بتبقى معاها بتاع ده كيسين مخدة مش معاهم خداديات، فاهمين؟ فانا بقى حبيت ان انا ايه احط لهم كده خداديات من ملاية عندي لونها اصفر كده او مستردة، وبس كده. حبيت ان انا يعني اعمل كده في القطه الاطفال زي ما انا بقول لكم، علشان ما تبقاش تقيل الحاجه فيها وما بنقعدش فيها والله، ولا بنعمل اي حاجه وبتتبهدل على الفاضي. يعني زي ما انتوا شايفين، بصوا بلم الملايه وبلم المفرش القطيفه وتوسخين على الفاضي، يعني متوسخين فعلا على الفاضي. بس لما نزلت بقى النهارده السوق بجد، يعني انا بقالي كتير قوي ما نزلتش السوق الصبح بدري، يعني ممكن انزل على مثلا العصر، لكن اول مره انزل من فتره كده حلوه ان انا انزل مثلا السوق الساعه 8 او كانت 8:30 حاجه زي كده. كان كل حاجه طازه وكل حاجه فريش كده وكل حاجه بجد بتلمع. يعني البتنجان اللي هو الرومي من كتر اللمعان بتاعه يقولك خديني لو انت مش هتعملي اي حاجه بيه هتشتريه، فاهمين؟ وبرضو الطماطم الفتره دي بقت يعني شكلها كده عسل وجميله ولونها احمر، وسعرها ب5 جنيه، يعني بصراحه تحفة. الفترة دي اللي عايز يفرز طماطم علشان خاطر رمضان داخل علينا، فانا على حسب برضو الاماكن اللي موجودة عندك، يعني انت ممكن تكون عندك ب6 او ب7، فانا عندي بصراحة ب5 جنيه، وطماطم اللي هي الجامدة الحلوة دي ولونها احمر، يعني مش مثلا مصفرة شوية. برضو الفراخ نزلت قوي، كيلو الفراخ بقى ب85، والبانيه ب150، والوراك بكام؟ 75. وايه تاني؟ والكبد والقوانص قال لي ب65. وايه تاني؟ انا والله بحب ان انا اقول لكم على الاسعار علشان خاطر ممكن لسه واحده عروسه ما تبقاش مثلا عارفه الاسعار بتاعت الحاجه، او مثلا عايزه تنزل تشتري الحاجه دي، فانا بديكي خلفيه مثلا للمكان اللي عندي بيبيعها بكذا، فانت مثلا تبقي واخده بالك ان ممكن يكون المكان اللي عندك حرامي، انتوا فاهمين؟ فما تشوفيش بياع واحد، شوفي كذا بياع وشوفي سعر ده ايه وسعر ده ايه، واختاري انتي، وعلى حسب برضو ما انتي بتستريحي للفرارجي. يعني انا عندي كذا فرارجي هنا، بس انا سبحان الله بستريح لفرارجي واحد، بحس ان انا ايه مستريحه له، انتوا فاهمين؟ الفراخ بتاعته نظيفه، بينضفها لي كويس، برضو البانيه بتاعه مش مهري، لا بيقطعوا لي مثلا رفيع او تخين على حسب ما انا حباه. فطبعا بقولك على حسب ما انتي اللي حابه الفرارجي، وعلى حسب ما انتي برضو حابه النظافه بتاعت الحاجه. بس فانا حبيت ان انا اديكي برضو خلفية عن الاسعار بتاعت السوق اللي عندي، وعن كمان الاسعار بتاعت الخضار. كمان الخيار ب16 النهاردة، و ايه تاني، والجزر ب16 برضو، والبصل ب15، والبصل الاحمر ب14، يعني البصل الابيض ب15 والبصل الاحمر ب14، والبتنجان اللي هو الرومي ب8 جنيه. وايه تاني؟ والفلفل اللي هو الرومي ب12 جنيه، والفلفل الحراق ب18. فالاسعار الفترة دي بصراحة جميلة قوي، فعايزة تفرزي، عايزة تعملي اي حاجة اعمليها دلوقتي. بس حبيت طبعا ان انا اخلص كل الاوضة فرشتها بالمفارش القطيفة زي ما انتوا شايفينها، وبعد كده اديتها كنسة سريعة كده بالمكنسة، وبعد كده جبت الشرشوبة ولمعت كل طبعا الارضية. وبس كان ميعاد الغدا بتاعي، فكنت عاملة مكرونة محمرة وبانيه وبطاطس تحمير. وللعلم البطاطس
كام 12 جنيه، فانا ما قلت سعرها وبس كده يا حبايب قلبي. اكون خلصت الفيديو، استنوني فيديوهات تانية وروتينات حلوة زيكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين في الدنيا.